الواحد يا جماعه من اول ما جه من مصر لاستراليا، انا فاكر اول كام يعني ممكن نقول سنتين او اول كام شهر الواحد اتصدم جدا بالبيئه العمل والناس بيتعاملوا ازاي مع بعض في الشغل، الحاجات اللي ممكن تتصرف فيها، فعلك ورد فعلك، تقول ايه، كلامك يكون عامل ازاي، تصرفاتك تبقى عامله ازاي، تتعامل مع مين بأنهي طريقه، ما تتعاملش مع مين بأنهي طريقه، الكلام ده كله. الموضوع ده فعلا مختلف جدا جدا جدا، يعني اختلاف في السماء للارض. عشان جاي من مصر، دوله زي مصر ودوله زي استراليا، القوانين بتاعت العمل، ناس، طبيعه الناس، الثقافه، الطباع، العادات، التقاليد، طريقه الكلام، الكلام ده كله اكيد طبعا مختلف تماما. فعشان كده انا جاي اقول لك النهارده على حاجات معينه هنتكلم فيها بالتفصيل. الفلوج النهارده هيكون لطيف، هيكون في موضوع مهم جدا، لان الحاجات دي فعلا اي حد بيجي هنا استراليا اول فتره بيتصادف فيها فعلا، وممكن بيحس فيها بعدم اندماج، كلتشر شوك زي ما بيقولوا. انا جنب نهر التورنز، منظرها تحفه، هنتمشى فيها شويه، هنقعد في حته كده لطيفه ونتكلم في الموضوع براحتنا، فيلا بينا. على فكره يا جماعه، انا جيت هنا قبل كده على فكره في فلوج انا كنت عملته، كنت بتكلم فيه عن العنصريه في استراليا وكده، وكنت عملت فلوج هنا في نهر التورنز اللي هو اللي بيقطع من بين من نص مدينه ادليد كلها تقريبا، من بورت ادليد لغايه تقريبا حته كده في النورث، مش فاكر اسمها ايه بالظبط، ولكن النهر هو اصلا كان مصدر الزراعه والصناعه، ويعني هو بيمثل للابوريجينالز او السكان الاصليين كل حاجه تقريبا. فعشان كده هو وجوده مهم جدا جدا. هو بصراحه يعني حتى من ساعه ما استراليا بقى الجديده اتعملت، زي ما انتم شايفين النهر اصلا بصراحه شكله تحفه حتى في الحقيقه، والحته اللي حواليها برضه شكلها تحفه 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 بصراحه. هو اصلا يعني ميزته ان هو في النص داون تاون، يعني هو في وسط المدينه بالظبط، هو قاطع وسط المدينه، يعني هو شائق نص المدينه كده نصين، وقدامه بقى زي ما انتم شايفين في ابراج سكاي سيتي، ده الكاسينو او الكازينو زي ما احنا بنقول، وفي هنا الانتركونتيننتال، وفي جنبيه الديل وات، انا مش عارف ايه ديل وات ده بصراحه، بس هو كلها مباني تجاريه ومباني شغل وكده. وهنا الادليد كونفنشن سنتر، وهنا جنبيه المباني برضو خاصة بالايفنتات والاحتفالات والحاجات اللي زي كده. وده الجزء التاني يا جماعة من النهر، بصراحة منظره حلو قوي قوي يعني. المنظر كمان هنا على الطبيعة بصراحة شكله خرافي. انا لسه على فكره يا جماعه مخلص شغل دلوقتي، يعني انا مخلص حرفيا من نص ساعه، قلت استغل الثلاث ساعات دولت، لان انا عندي شيفتين سبليت شيفت، قعدت تقريبا اشتغلت 5 ساعات، وبعدين في 3 ساعات او 4 ساعات هنا فرق ما بين الشيفت الاولاني والشيفت الثاني. انا كنت جنب السيتي، فحظي حلو يعني، استغليت الفرصه ان انا اجي في المكان الجميل اللي انا فيه ده، ونتكلم بقى في الموضوع اللي انا كنت عايز اكلمكم فيه. لسه ميعاد الخروج الشغل دلوقتي، لان دلوقتي بنتكلم تقريبا الساعه 4 وربع تقريبا، يعني بكره الجمعه. فيوم الجمعه يعتبر هو مش ويك اند رسمي، ولكن هو يعتبر يوم من ايام الويك اند، لان الناس بتحضر تسهر فيه لغايه يوم السبت، لان السبت اصلا كده كده ويك اند، فمحدش بيشتغل غالبا. فيوم الجمعه برضه يوم جميل جدا، والخميس تحضير ليوم الجمعه، يعني هي يعني يوم ورا يوم وكله بيحضر لبعضه. فكرة يا جماعه، المنزل ده اللي انتم شايفينه ده، السلم اللي نازل عليه دلوقتي حالا، ده السلم اللي بينزل لنهر التورنز قدامنا حالا دلوقتي. النهر ده على فكره يا جماعه من الاماكن اللي حواليه، زي ما انتم شايفين ناس بتجري، ناس قاعده، في حد قاعد قدام بالكاميرا اهو بروفيشنال، عمال يصور وياخد فوتج وبتاع. فمنطقة حيوية جدا وحلوة جدا جدا، يعني عايز تعمل أي حاجة تعالى هنا. منطقة يعني روعة الروعة الروعة، يعني فيها سلام نفسي كده، هدوء تام، بتلاقي بط كده بيمشي، وطيور اللي هي اللي هي الرموز بتاعت استراليا، اللي هو السيجل
والبط اللي بيمشي في الارض والكلام ده كله، والماك بايز والكلام ده كله. هتلاقي كل الطيور موجوده في المكان الجميل ده. مكان بصراحه روعه الروعه. على فكره يا جماعه قريب ان شاء الله في خلال يعني كام يوم، انا مستني بس الويك اند اللي انا افضى فيه من الشغل، يعني ان انا اروح مكان حلو قوي، مكان تحفه تحفه. هو اصلا مكان بعيد شويه عن، هو موجود هنا في جنوب استراليا ولكن هو بعيد عن مدينه ادليد ذات نفسها. المكان ده اسمه كانجرو ايلاند. ف مكان تحفه تحفه. هو اسمه كانجرو ايلاند. انا بسمع ان هو في كانجروز كتير، ولكن ما يعني مش عارف بصراحه يعني كميه الكانجروز، هل هو مثلا عشان يسموها كانجرو ايلاند عشان هتلاقي مثلا كانجروز حواليك بقى في كل حته وبتاع. سالت حد قبل كده، يعني واحده قاعده هنا في استراليا من اهل البلد يعني مولوده هنا، بتقول لي يعني هتلاقي طبعا كتير ولكن مش بالشكل الخرافي اللي انت متخيله. ولكن كانجرو ايلاند من الاماكن الحلوه قوي اللي موجوده في جنوب استراليا. هروح اعمل هناك ان شاء الله فلوج حلو قوي. هقعد الويك اند هناك. منطقه هاديه جدا، يعني سلام نفسي رهيب. ده اللي اتقال لي، يعني انا عمري ما رحتها والله، ولكن انا متحمس صراحه جدا ان اروح قريب. مفيش حياه ليليه هناك قوي، ده اللي اتقال لي برضو، ولكن اكيد برضو في اماكن معينه بيبقى فيها مثلا كافيهات ومطاعم حاجات زي كده. كانجرو ايلاند من الاماكن اللي انا متحمس اروحها جدا. نستنوا فلوج ان شاء الله في خلال ممكن الاسبوعين الثلاثه اللي جايين على حسب الافيلابيلتي بتاعتي من الشغل وكده. فترقبوا الفيديو ده، انا متحمس له جدا. زي ما انتم شايفين يا جماعه، هي دي الحته كلها اللي حوالين نهر تورنس. جميلة جدا 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 بصراحة. البدلات دي، الحاجات الملونة دي بدلات اعتقد ممكن بيأجروها بالساعة مثلا في وقت معين، ولا في وقت معين من اليوم او من السنة او ايام معينة. انا مش عارف بصراحة، ولكن اكيد الحاجات دي بتتأجر يعني. انا مش عارف بصراحة الشخص اللي قدامنا ده مش عارف بيعمل ايه، ولكن هو اكيد بيصطاد حاجة معينة. Hey, I just want to ask you a question, please. Are you trying to fish something or? Ah, really? Oh, right, okay. I thought you trying to fish something. Because if you fish something, I will be doing the same maybe one day or something. But nah. But you trying just like to just play around. All right, okay. That's okay. Cheers, bro. Have a good day. الشخص اللي ورايا ده يا جماعه انا سالته انت بتصطاد حاجه ولا اصل هي بصراحه حته شكلها حلو، هي حته كده مليانه كده يعني بقعه خضراء كده، انا مش عارف بيتقال عليها طحالب دي ولا ايه. فقلت له انت حاول تصطاد حاجه يعني، قول لي طيب ممكن عادي يعني فاهم، اساعدك اعمل معاك اي منظر يعني فاهم، قول لي بس يعني لغيني. بس لا، اتضح ان هو مش بيعمل حاجه، هو عادي عمال يلعب كده في الحته دي وخلاص كده، عمال يعني هو بيسلي وقته مش لاقي حاجه يعملها. فبس هو النهر هنا اصلا جنبي، هو يعني النهر يا جماعه انا جنبي زي ما انتم شايفين، مفيش بيني وبينه اصلا يعني سنتيمترات. على فكره الجو كمان الى حد ما فكوكم الموضوع النص كوم اللي انا لابسه ده، لان نص كوم اللي انا لابسه ده يعني ما تاخدوش اللبس اللي انا لابسه في الفيديوهات مقياس للجو هنا، لان انا بلبس ساعات حاجات زي كده والجو برد جدا. فيا جماعه ارجوكم ما حدش يقلدني، ولا حد مثلا يقول ده لابس نص كوم فالدنيا حر قوي. لا، ممكن تكون الدنيا برد عادي جدا وانا اللي مجنون، فما تركزوش كتير مع اللي انا لابسه يعني. انا فاكر لما باجي هنا الحته اللي انا فيها دي، بلاقي في نفس الجنينه اللي انا واقف عليها اللي انتم شايفينها حالا دي كميه البط الكبيره دي. على فكره بقى في كمان اكبر من كده بكتير، ممكن حرفيا مش ببالغ ممكن ضعفين او ثلاثه. هو كل اللي قدامي ده على فكره بط مش طيور تانية يعني. شكلها حلو قوي قوي، وقاعدين يعني في امن مكان في العالم تقريبا. فانا كل ما بقرب لهم على فكره هم بيبعدوا، لان هم طبعا مش متعودين ان يجي لهم كائن غريب يمشي حواليهم زي ما انا بعمل. ولكن هو ده مش قانوني يعني، هو اللي معمول ده مش قانوني، ولكن مش متعودين يعني. هو ما فيش حاجه مثلا هنا يافطات بتقول ممنوع المشي مثلا جنب البط ولا حاجه، ولا في الجنينه دي ولا الكلام ده. ولكن هم مش متعودين بس ان حد يجي جنبيهم. بس المنظر البط هنا اصلا جميل جدا. الغريب يا جماعه كمان البط ده على فكره بيكون موجود حرفيا، ممكن تلاقي مثلا شارع سكني كده مليان بيوت على اليمين وعلى الشمال، ممكن بتلاقي كده سرب بط كده ولا مجموعه بط مثلا ام واولادهم ماشيين في شارع سكني، وحرفيا بيعدوا من الناحيه دي للناحيه دي، وساعات مثلا بيقعدوا قدام بيت معين عشان ياكلوا
بواقي الاكل اللي الناس اللي بيحطوها مثلا في صناديق القمامه بتاعتهم وكده. فهم مش موجودين بس في الاماكن الطبيعيه دي، ولكن موجودين كمان في الاماكن السكنيه وفي وسط البيوت والوحدات السكنيه والكلام ده كله. فالموضوع بقى شكله كيوت جدا. وعلى فكره لو انت مثلا قاعد في بيت ولا حاجه والبط لقطك من بعيد، هيروح جاي لك لغايه البيت واقف قدام البيت حتى لو انت قفلت الباب، وهيستنى حاجه هي اكيد اكل. انا ما جربتش اديهم اكل قبل كده، ولكن هو اكيد مستني الاكل. فلو اي حد جه استراليا وشاف بط جاله، هو مش جاي يتبلطج عليك، لا هو مستني شويه اكل تحطهم لهم واكيد هيطيروا هيروحوا مكان تاني. يعني القبه دي على فكره يا جماعه قبه شكلها حلو قوي. انا عمري ما طلعتها، يعني انا هطلعها معاكم دلوقتي لاول مره من اول ما جيت تقريبا استراليا. يعني دايما بشوفها كده من بعيد، ولكن ما منظر يعني مش بيجي في بالي ان انا يعني اطلعها ولا حاجه. هي عاليه شويه على مستوى الارض، يعني على مستوى النهر اللي هناك ده. انا لقطت بصراحه يا جماعه مكان حلو قوي هنا في القبه اللي انا جواها دي، اصور منها وانا واقف كده، لان هي فاضيه وكمان ورايا المنظر الجميل اللي ورايا ده. انا اصلا حاسس ان انا بتكلم دلوقتي ان الصوت ليه صدى، يعني في صدى صوت حواليا، ولكن مكان جميل ومكان هادي. الجو برد سيكه كده، وحواليا اهو الناس اللي قاعدين عمالين يصوروا وياخدوا صور وبتاع. الناس اللي على فكره يا جماعه يعني محترمين، يعني فعلا الاسترال محترمين، يعني مش هيضايقوك الى حد ما. ممكن بيبدو فريندلي او لطاف، بس من التعاملات البعيده اللي هي مش العميقه قوي. اي حاجه اقولها في الفيديو ده لما اقولها بشكل عام، ده مش معناه طبعا ان انا مش يعني بعمم على كل الناس 100%، ولكن انا بتكلم لما تيجي تقعد هنا او تعيش هنا وتحتك بالناس وتقعد هنا سنه في الثانيه في الثالثه، هتفهم الناس دول لك ايه يعني. فده مش معناه ان انا بعمم على الناس 100% طبعا، ولكن انا بتكلم بالظاهر العام بشكل عام. يعني خاصه لو انت سافرت مثلا بلاد تانية وجيت قارنتها بالناس اللي هنا في استراليا، هتلاقي الاسترال اللي هم الاسترال يا جماعه. لما بقول استرال في الفيديو ده، قصدي الاسترال اللي هم الاوروبيين اللي هم الانجليز، لان دي اصلا يعتبر مستعمره انجليزيه. ده من الثمانينات بقى لما عملوا اللي عملوه يعني في السكان الاصليين او الابوريجينالز وكده. فدي طبعا كلنا عارفينها. يعني احنا موضوع الفيديو بتاعنا اصلا على التعاملات اللي ما بينك وما بين زمايلك اللي في الشغل قاعدين معاك في الشغل على مدار يومي، ولكن انا بتكلم فيه ده صدقني انا برجع من الجذور او الاصول الموضوع. اصلا هي طبيعه الناس، هم جايين منين اصلا، بره الشغل بيبقوا عاملين ازاي، بيقضوا حياتهم ازاي، طباعهم وعاداتهم وتقاليدهم عاملين ازاي، بيبصوا للناس الاغراب اللي هم اللي مش اوروبيين او المهاجرين حتى بانهي نظره وبانهي بصه. فالنقطه دي مهمه جدا 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 ان احنا نتكلم فيها قبل اصلا ما نخش في الموضوع الرئيسي بتاعنا، وهو الناس اللي هم زمايلك في الشغل الاسترال اللي هم العرق الاوروبي هيتعاملوا معاك ازاي. هل هم عنصريين؟ هل هم ودودين لطاف؟ بيعاملوا الاجانب ازاي؟ بيعاملوا الناس المهاجرين بشكل عامل ازاي؟ المهاجرين برضو على فكره يا جماعه برضو بيتقسموا لكذا نوع. المهاجرين اللي هم المولودين هنا اصلا، هم يعني ابوهم وامهم جم هنا وولدوهم هنا، ده برضو ليهم تصنيف معين الى حد ما. وفي اللي جاي مثلا هنا وعنده 10 سنين ولا حاجه، وفي اللي بيبقى جاي بقى طبعا حد زي حالاتي كده مثلا جاي وهو مش جاي مثلا هو عنده 10 سنين ولا 9 سنين ولا 8 سنين ولا حاجه، ما راحش مدارس ما راحش كليات، الكلام ده كله. يعني الكلام ده كله ممكن الى حد ما بيبقى ليه اعتبار. والدول الغربيه بشكل عام الى حد ما عندهم حته الفرديه في العيشه، الانديفيدواليزم، هو يعني مصطلح كده اللي هو يلا نفسي. بس انت على فكره يا جماعه المكان اللي انا كنت واقف فيه اللي هو القبه اللي فوق دي حلو قوي، بس الواحد برضه بيحب يغير اماكن. يعني هو المكان بصراحه والتمشيه في الممر اللي انا بتمشى فيه ده، تحس ان انت مش عايز تمشي خالص. مكان في منتهى السلام النفسي والامان والخضره والهواء والنقي، خليك كده قاعد كده مبسوط كده وانت بتتمشى. يعني الفرديه والانديفيدواليزم في المجتمعات الغربيه هو شيء هم عايشين عليه اصلا. الترابط الاسري اللي هو اصلا مش موجود هنا في اي مجتمع غربي بشكل عام، سواء هنا او اي مجتمع غربي. احنا عندنا في مصر مثلا والدول العربيه بشكل عام، المجتمعات اللي عندنا كلنا بناخد بالنا من بعضنا. الاب والام بياخدوا بالهم من الولاد، والولاد لما مثلا بيكبروا ولا حاجه بياخدوا بالهم من الاب والام لما بيكبروا، والقرايب بيسالوا على بعضهم. دي حته مهمه جدا وهيبقى ليها عامل رئيسي جدا في النقطه اللي انا بتكلم فيها. يعني دي كلها بتخليك على فكره انسان طيب، عندك مشاعر، عندك احاسيس، الحاجات دي بتاثر شخصيتك جدا. يعني وده برضو بينعكس برضو على بيئه العمل عندك. في صميم شغلك بشكل عام، سواء انت شغال ايه، انت بتحاول تعدي اليوم بيوم ان انت اصلا ما تعملش اي غلطه عشان ما تتخزوقش. تحاول اليوم يعدي بتاعك من غير اي غلطات. عواقب تاثر على شغلك او مثلا على يعني مستقبلك في المكان اللي شغال فيه بشكل عام. يعني
فده بيخلي كل واحد يبيع التاني في الشغل، يعني بيخلي كل واحد يسلم التاني تسليم اهالي من غير اي شفقه ولا رحمه. ودايما يا جماعه الكلام ده بيحصل على فكره من الناس اللي هم الاسترال، ودي على فكره اهم نقطه، يعني اكتر ناس تتحرص منهم. لازم في اي تعامل معاهم تكون بروفيشنال وتكون رسمي باقصى قدر ممكن. انا على فكره ما قلتش ان يعني المفروض ان حد مثلا يضحي بنفسه مثلا عشان حد تاني، ما قلتش كده خالص، ولكن الموضوع هنا يا جماعه مع الناس الاسترال هنا ما عندهمش هزار فيه نهائي. ممكن مثلا لو لقيت حد في الشغل لطيف وبيهزر وبيضحك معاك وكده، ده حاجه كويسه طبعا، حاجه كويسه للمنتال هيلث بتاعتك وانت قاعد جوه الشغل. حلو ان انت يبقى ليك صحاب وناس يبقى علاقتك بيهم كويسه والريليشن شيب بتاعتهم معاك تبقى كويسه، ولكن ده مش معناه انت تثق فيه برضو جوه الشغل اي حاجه خاصه بالشغل. الاستراليا يا جماعه هم اكتر ناس، اكتر جنسيه جوه استراليا تخاف منهم وما تامن لهمش ولا حتى بجنيه، مهما كان الظروف، مهما كان الاسباب، ومهما كان انت كنت فاكر ان الشخص ده لا ده ممكن يساعدك، ممكن مش عارف ايه، الكلام ده ما بيحصلش. وكل على فكره الناس اللي اتاذوا في الشغل بتاعهم، لما اقول دايما مش 100% ولكن ممكن اقول بجد حرفيا بدون مبالغه، النسبه لا تقل عن 90%. دايما الاذى بتيجي منهم، دايما الخوازيق بتيجي منهم. هم بيعشقوا كده، بيحبوا قوي 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 ان هم يريبورتوا بعض. وعلى فكره خد بالكم برضو ده هي كلها حلقه موصوله ببعضها، يعني هو اللي شغال جنبك او نفس التايتل بتاعك كده، والمدير بتاعه كده، والمدير بتاعه اصلا هو بيعشق ان هو يتعمل له ريبورتات، يعني يجي له ريبورت مثلا من حد مثلا هو ماسكه، والمديرك ده مديره برضو بيحب ان هو برضو يجي له ريبورتات برضو خاصه بالشغل من المدير بتاعك اصلا، فكله بيريبورت بعضه عشان الحد اللي فوقيه ينبسط منه. الموضوع صعب قوي. ولكن الجنسيات التانية بقى بشكل عام، انت مثلا لو اشتغلت مثلا مع اي، ولكن الجنسيات التانية هتلاقي ممكن عندهم حته ايه، حته الرحمه شويه، او حته اللي هو ايه التفاهم، اللي هو انت تتكلموا مع بعض بتاع الموضوع اللي ممكن يمشي كده يعدي قشطه بتحلوها مع بعض، لان هم مهاجرين برضه، يعني انتوا الاثنين مهاجرين زي بعض، صباح الفل يعني. وعلى فكره انا زي ما قلت لكم، انا مش قصدي ان الواحد يبقى مثلا غير امين في الشغل، يكروت الشغل او يعمل حاجه اي كلام، انا ما قلتش كده خالص على فكره، ولكن الحاجات دي من كتر الرولز والريجوليشن والبوليسيز اللي في الشغل، فهي ممكن حرفيا بتاذي حد، وممكن بتخلي حد يمشي من الشغل، وممكن ترفد حد، ممكن بتاذي جامد. ولكن برضه هي اللي انت تعملها ريبورت مش مهم نهائي، ولكن كله هيبقى مبسوط منك لو انت عملتها ريبورت، لان كله خايف ان هو يغطي عليك في حاجه لاحسن اللي فوقيك يعرف، فاللي فوقيك ده لو عارف اللي تحتيه ما عملش ريبورت، ما عملش ريبورت ليه، فتعالى بقى. اغلب الناس هنا على فكره معاهم كارد من بنك بيدفعوا بيت اللي هم قاعدين فيه، الكارد ده يا جماعه على 30 سنه، فتخيل انت بتستعبد لمده 30 سنه تدفع قسط كل اسبوعين او كل اسبوع او كل شهر. لو واحد مثلا عمل وعد 30 سنه هيخلص القسط بتاعه ان شاء الله، ربنا يكرمه لو ربنا احيانا واحياكم يعني لغايه 60 سنه، كله تحت ضغط ان هو يترفد من الشغل، وكله تحت ضغط ان هو المدير اللي فوقيه يعرف ان هو عمل حاجه لزميله في الشغل ان هو يغطي عليه فهيترفد، وكله تحت ضغط ان هو مثلا لو اترفد من الشغل ويدفع بقى الفواتير والبيت وايجار البيت، لو حد بيأجر يدفع الايجار، وحد مثلا واخد كارد فيدفع كارد البيت. على فكره يا جماعه دلوقتي السانسيت او الغروب الشمس دلوقتي يبدا خلاص، دلوقتي داخلين تقريبا على الساعه 5 وشويه، فكنت عايز اقول لكم يا جماعه التربيه، النشأه، ثقافه المجتمع، موضوع برضو ان حد يكون عنده دين ايا كانت الديانه دي، هي بتاثر شويه لحد ما بيكون عندك رحمه شويه وطيبه شويه الى حد ما. احنا عارفين ان هو مجتمع لا ديني، يعني هي اصلا استراليا دوله لا دينيه، فلا تعترف اصلا بان في ديانه رسميه للبلد، ولكن هي يعتبر بلد مسيحيه لحد ما. انا عندي مثلا مدينه ادلي اللي انا قاعد فيها دي، هي اصلا مدينه اسمها مدينه الكنائس، لان هي اكتر مدينه موجوده هي فيها كنايس تقريبا في، مش عايز اقول في استراليا كلها لاني ما عملتش عليها سيرش، ولكن هي اسمها ذا سيتي اوف تشيرشز. فكل واحد بيفكر في ان هو هيعمل كام كل سنه، كل سنه دي هياخد منها فلوس قد ايه، هيدفع في المورجج قد ايه، في الكارد بتاعه هيدفع كل سنه قد ايه. كل واحد مثلا بدل ما عايز يدفع الكارد في 30 سنه لا عايز يخليه 15. واحد عايز يتجوز، واحد عايز يسافر، واحد عايز يجيب مثلا عقار للاستثمار. كل ده بيخليك تحت ضغط ان انت مش هتكير او مش هتجيف الشيت عن اي حد تاني خالص، فده بيحط جواك خوف او ضغط ان انت مش هتساعد اي حد ايا كانت المساعده دي هي، او ايا كان المساعده دي ظاهريا مش هيكون ليها اثار، ولكن الناس دي ما تعرفش الكلام ده خالص. احنا عندنا ممكن في مصر متعودين الكلام ده، ممكن تلاقي مثلا حد ايطالي، حد هندي، حد باكستاني، حد جاي من البرتغال، حد الناس دي ممكن لحد ما تفهم معاهم. ما اتعلمتش الموضوع ده غير لما اتقرصت كذا مره ومشيت من الشغل بسببه قبل كده، واتاذيت، يعني انا اتاذيت من الشغل ومشيت منه بسبب الموضوع ده. كله حصل له كده على فكره، يعني اي حد بيجي هنا اول فتره بيقعد يعني
الى حد ما فتره لغايه ما بيتعلم الكلام ده، بيلمسه على ارض الواقع، بيشوف الاثار بتاعته عامله ازاي، ويظبط طريقه التعامل مع كل واحد، ويعرف تعرف تتعامل مع ده ازاي وده ازاي. حتى على فكره هنا يا جماعه الناس الاجتماعيات ما بينهم على فكره ضايعه خالص، يعني مش هتلاقي الاسترال بيتعاملوا بشكل عميق قوي قوي دايما مع الثقافات التانية. دايما العرق بيحن للتاني، يعني تلاقي الاوروبي مع الاوروبي الهندي مع الهندي، المصري مع المصري، الكلام ده كله. الشرب هنا برضو حاجه من الحاجات اللي ثقافه الاسترال بشكل عام يعني بيحبوا يشربوا قوي، مش بيخرجوا بالليل غير لما بيشربوا، وساعات كده برضو بعد الظهر، وساعات برضو في خلال اليوم عادي. يعني مش هتلاقي هنا مواهب بشكل عام في اي مجال يعني يعني اي مجال، سواء حتى كوره ما فيش مواهب، يعني حتى في الكوره ما فيش يا جماعه مواهب هنا. يعني زمان انا مهتم بالكوره جدا وبلعب كوره، زمان ما كانش فيه غير 3 4 5 لعيبه يعني معروفين، مارك فيدوكا وتيم كاهل وهاري كيو اللي بيلعب في ليفربول. ده احنا عندنا في مصر في مواهب احسن من استراليا بكتير قوي في الكوره. نفس الكلام على فكره في الشغل برضو، ما فيش موهبه خالص. الناس هنا في الشغل حرفيا بتلاقي الجنسيات التانية دايما اذكى منهم واحسن منهم، وعندهم برودكتيفيتي وانتاجيه اعلى منهم، وعندهم قدره على حل مشاكل اعلى منهم بكتير جدا، وعندهم قدره على التواصل ومهارات التواصل والكوميونيكيشن سكيلز اعلى منهم بكتير جدا. ودي حقيقه، يعني دي انا لمستها بنفسي. هتلاقيهم دايما ماشيين على السيستم ده، مش عايزين يطلعوا منه خالص، ماشيين بالكتاب بالحرف. هي دي حاجه كويسه لحد ما، وفي نفس الوقت برضو بتقابل معاهم صدمات وبتقابل معاهم صعوبات في حاجات كتيره، لان هم حافظين مش فاهمين. دي حقيقه فعلا. اسال اي حد شغال في استراليا في اي مكان، الاستراليا يا جماعه فعلا حافظين مش فاهمين في الشغل خالص. هو الكتاب بيقول كذا كذا كذا، انا هعمل كذا كذا، هتطلع من بره النطاق او السيستم ده هتبقى عريان او تبقى ملحوظ قوي. فلما تتلاحظ ان ده عمل حاجه معينه، لا هيطبقوا عليك البوليسيز والبروسيجرز او القوانين او الجزاءات او وات ايفر بقى تسميها ايه. يعني ماشيين على تراك معين، لو طلعوا منه هيحسوا ان هم بيعملوا حاجه غلط اصلا في حياتهم بشكل عام. هم كده يعني في الطريق وهم على الطريق سايقين العربيه، وهم بيشتروا حاجه من السوبر ماركت، وهم ماشيين في الطريق على خط المشاة، مش عايزين يعملوا اي حاجه غلط، هم بيتجنبوا الغلطات. ومن كتر ما هم بيحاولوا يتجنبوا الغلطات، فده بينعكس في الشغل برضو. شده القوانين بتاعت البلد هنا مخلياهم خايفين بافوره، فالخوف ده اعتقد ملخص الموضوع. يعني حته ان السيستم بتاع الحياه بشكل عام، ان هم بتقوم من النوم لغايه ما بتنام تاني عشان تاني يوم الشغل، بيبقوا دايما قاعدين في قلق وحاله خوف كده وتاهب، ان هم مش عايزين يعملوا حاجه غلط او يطلعوا بره السيستم عشان ما يتاذوش او ما يتجازوش. فده اللي اقدر اقوله يعني في الحته دي. ده طبعا يا جماعه برضو مش قاعده بتسري على الجميع، دي في ناس اكيد طبعا كويسين جدا واجتماعيا كويسين جدا، ولكن انا بتكلم على بشكل عام كده، ده اللي هتلاحظه عامه. يعني اي حد جاي استراليا جديد، اي حد قاعد في استراليا وبيواجه مشاكل في الشغل مع الناس الاسترال، ما تثقش في حد، ما تديش سرك لاي حد، ما تحاولش تبقى في الكومفورت زون مع اي حد استرالي بشكل عام. اي حد يعاملك بشكل لطيف ما تفتكرش ان هو بيعاملك بشكل لطيف عشان هو يبقى كده على طول، او تتوقع من المعامله اللطيفه دي لطافه برضو في الشغل بشكل عام في اي حاجه تانية. يعني الحته دي بقى يعني حته تحس ان هم مولودين بيها، هو بيلت ان سوفت وير في شخصيتهم كده. ممكن مثلا واحد تعمل فيك ريبورت او تبعت فيك ايميل ولا حاجه، وتاني يوم عادي جدا ولا اي حاجه. فخلي بالك من النقطه دي برضو. دي وجهه نظر اغلب الناس المهاجرين اللي شغالين هنا يعني، فدي اراء مجمعه من كذا حد مش انا بس. يعني الدنيا ليلت خلاص، فاحنا كده بنوصل لنهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو بقى وسبسكرايب للقناه، الكلام ده طبعا كله بيساعدني، انتوا عارفين يعني من غير ما اقول لكم. يعني اعملوا برضو شير لاي حد جاي استراليا، في استراليا لسه هيجي لاستراليا، مستني دعمكم الفتره الجايه. واي حد عنده فكره جديده لاي فكره فيديو يحطها في التعليقات، انا بقراها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وخدوا بالكم من نفسكم، والسلام عليكم.